دي. وهنا هحط البهارات. هنا ما كانش متوفر عندي بهارات حواوشي، لو متوفر عندكم بحط عندها، بتخليها طعمها جميل. هنا جبت طاسة وسخنتها، وبعد كده حطيت فيها حبة زيت وسخنت الزيت. هنا جبت رغيف العيش بتاع الفرن، حشيته لحمة وهاخده اوديه على الطاسة. هنا هحطه اهو كده العيش، الزيت سخن معايا، وهقلبه وهو احمر من تحت. بس هفضل اقلب شويه كده وشويه كده لحد ما اللحمه اللي جواه تستوي ولونه يحمر جامد معايا. وكده لسه من فوق، وهرجع اغطيه. اسفه ما جبتش وشه وبعد ما احمر، بس جبت الرغيف كله بعد ما خلص. ودي ودي النهاية بتاعت رغيف العيش. هنا هفتحه من النص، هلاقي اللحمة بتاعته طابت. ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. مع السلامة.